اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده حواوشي الحراق. حواوشي الحراق فاتحين في مصر من 2018 وقدروا من ساعتها لحد النهارده يعملوا فرعين، الفرع الرئيسي في شبرا والفرع الثاني في مساكن شيراتون اللي احنا فيه ده، وهم ناس متخصصه جدا، يعني هو اسمه هو مضمونه حواوشي الحراق، ما بيعملوش غير حواوشي، يعني المطعم كله قايم على الحواوشي، بيعملوا منه كذا نوع مختلف انما ما فيش صنف تاني، والتميز ده نفسه يخليك تحس ان في حاجه جامده هتحصل. فجيت النهارده وطلبت المنيو بتاعهم كله حرفيا، تعال بقى نشوف ايه الحلو عندهم ونص نص ولا اي كلام، مش تفتكر منهم ايه، والاسعار حتى كلها النهارده شامله كل حاجه، ما بتضافش عليها حاجه. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب. فانا غير كتير، يلا بينا. يلا بينا. نبدا باول ثلاثه على طول. ده حواوشي ساده، حواوشي جبنه، حواوشي ميكس لحوم. نبدا بالساده. ده شكل التري كده اللي جاي في الثلاثه، وده الحواوشي الساده. رغيف بلدي عادي جدا ومحشي من جوه لحم مفرومه، يعني رغيف حواوشي مصري عادي جدا. نبدا بسم الله ونخش في الساده. رغيف حواوشي عادي خالص، يعني بس الترابيزه مش مريحه شويه لان هي واطيه كده. هم اصلا ما عندهمش قاعده على فكره بالمناسبه، يعني هم فرع تيك اواي بس هو الراجل مشكورا يعني ظبط لي قاعده. نخش في الساده. كميه لحمه فيه كتير جدا، محطوط معاها بصل، الفرمه بتاعتها تحفه، التتبيله بتاعتها تحفتين، والسياعه اللي عجباني قوي ان هو فيها سنه سبايسي كده تحفه. حواوشي الحراق بقى. العيش كمان مقرمش جدا، مستوي بمعلمه، يعني اللي اقدر اقوله ان هو رغيف حواوشي زي ما الكتاب بيقول، معمول بمعلمه. حلو قوي الصراحه، قوي 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 يعني. اللحمه كمان طريه كده في بقك وناعمه، مش قافشه في نفسها كده ومجبسه، مع التتبيله التحفه. لا ساندوتش حلو قوي. كساندوتش حواوشي ساده زي الفل، يبقى دايما بالشرب بالتفاؤل قوي. نخش بقى على الابجريد ونعلى درجه، حواوشي لحمه بالجبنه. ده شكله كده بيبقى عباره عن نفس الحواوشي الساده بس ده محطوط معاه جبنه موتزاريلا، ابجريد يعني. نخش على حواوشي الجبنه. واو، نفس الحواوشي الساده وحلاوته وكل اللي قلته عليه هو نفسه، عشان ما ابقاش بكرر الكلام. يعني اللحمه اللي قلت لكم نظامها ايه، العيش تسويته عامله ايه، هو نفس الكلام بالظبط. هنا بقى مع اضافه جبنه موتزاريلا على الوش، مديله بقى مطه الجبنه دي. دلع، ده متدلع، يعني رغيف حواوشي متدلع. وطعم الموتزاريلا مش هو الاساس، يعني مش هو اقوى حاجه في الساندوتش، لان كده كده زي ما انتم عارفين الموتزاريلا مالهاش طعم قوي، هي مدياله بس المطه والشده وبتاع. انما نجم الساندوتش هو تسويه العيش وتسويه اللحمه بالتوابل اللي معاها، في حته ثانيه الصراحه، حلو قوي. انا اول مره في حياتي اجربهم دلوقتي على الكاميرا قدامكم، ما جربتهمش قبل كده الصراحه، مبسوط ان انا عملت كده. نخش بقى على الميكس اللحوم، ده بيبقى حواوشي لحمه مع تركي وسلامي وجبنه موتزاريلا، مخللات بقى، طماطم مخلله، ترشي، طحينه. نخش على ميكس اللحوم، واضح انه هيبقى تقيل قوي. تحفه تحفه، ده تحفه بجد مش هزار. ميكس اللحمه المفرومه مع التركي المدخن والسلامي اللي حاطينه مع الجبنه الموتزاريلا والتوابل موديه في حته تانية خالص الصراحه، تحفه. اكتر واحد عجبني فيهم كلهم ده لغايه دلوقتي. حلو قوي. مخلل، طماطم متبله، تحفه، حلوه جدا واجمل من المخلل بكتير، حلوه قوي. طماطم مخلله كده معموله بمعلمه، تحفه. طحينه. وزي ما قلت لكم ميكس اللحوم ده جامد جدا، واكتر واحد فيهم كلهم عجبني لغايه دلوقتي. فنضرب في الطحينه كده ونخش على البطاطس المحمره عشان نخطفها سخنه، اللي بيطلع بجيبه على طول. نخش بقى على البطاطس المحمره، ده شكل الاوردر كده، عباره عن بطاطس محمره وعليها شويه توابل. نخش على الصوابع سخنه، بطاطس محمره العريضه مش رفيعه، نحط عليها توابل من على الوش لطيفه، لو نفسنا في البطاطس هنتبسط يعني. حلوه مش وحشه. نسيبنا منها بقى ونكمل في الجد. نخش على الثلاثه اللي بعدهم بقى من الشمال لليمين، سلامي، تركي، بسطرمه. نبدا بايه؟ نبدا بالبسطرمه. ده شكل التري كده، وده شكل الحواوشي البسطرمه. عباره عن حواوشي لحمه عادي مع جبنه الموتزاريلا واضافه البسطرمه من جوه. نخش على البسطرمه. ظهري واقف واقفه، عايز اسند ظهري. كل الميكسات اللي جايه بقى من الواضح كده ان كلهم معاهم جبنه موتزاريلا، وتشيز حركه سريعه عشان تكسر شويه الميكسات، ما يبقاش اللحمه على البسطرمه كده ناشف في ناشف. جبنه موتزاريلا في النص، اي نعم ملهاش طعم قوي وذو شخصيه قويه وواضح وطاغي، بس بيفصل، يعني بيحلق على المكونات عشان ما تقفش في بعد كده يبقى طعمها ناشف في ناشف واسف قاسي، بيطر الدنيا شويه. حلو قوي برده وحرش قوي برده. البسطرمه مع اللحمه بتديها حرشنه فظيعه، واللحمه انا كلمتكم عليها خلاص، وجبنه الموتزاريلا كذلك، وتسويه العيش كذلك، وكل اللي طالعين الصراحه كلهم نفس الحاجه، مفيش اي اختلاف، يعني ككميه لحمه وكتسويه لحمه بالتوابل وكتسويه عيش بالقرمشه، كله حاجه واحده، نفس كميه اللحمه فيهم كلهم ونفس كميه الجبنه فيهم كلهم برده. حلو قوي البسطرمه وحرش جدا جدا جدا. نخش على التركي، حواوشي لحمه برده عادي خالص مع جبنه موتزاريلا وتركي مدخن. نخش على التركي، تحفه، ده تحفه.
وطعمه اصيع بكتير من البسطرمه. البسطرمه بلدنا وحبيبتنا وكل حاجه واديته حرشانه على ابوه، بس ده بقى فرجانه كده، خلاه ديليكت كده، ديليكاو. طعم التركي المدخن مع اللحمه اداها ميكس حلو، يعني نقلها في حته تانية، نقلها من اللحمه مفرومه متبله حلوه جدا وسبايسي حرقه سنه كده، ضاف لها ميكس بقى بتاع التركي، فزود لها حلاوه وخدها بعيد شويه عن اللحمه المفرومه. وطعم اللحمه واضح برده وكل حاجه، انا مش عايز اقول لكم كلام تفهموني غلط، طعم اللحمه المفرومه واضح وكل حاجه، وتتبيلتها واضحه برده، سنه الحرقان وكل اللي انتوا عايزينه، بس التركي بقى ضاف للميكس فخلى طعم اللحمه يبقى اغنى، ده اللي عايز اقوله. في البسطرمه هنا حرشن واداها مزازه، هنا اداها غناوه وطعم احلى الصراحه، فده تحفه ده. نخش بقى على السلامي، ده شكل السلامي كده، حواوشي لحمه برده مع جبنه موتزاريلا وقطع السلامي. نخش على السلامي. طعم السلامي لوحده هنا بقى انكشف انه بان، طعم اللحمه طاغي عليه خالص، هو بيبان بس لما تركز فيه قوي، لان اللحمه زي ما قلت لكم من الاول، اولا طعمها تحفه، ثانيا متبله تتبيل كويس جدا وواضح جدا وفي سنه سبايسي كده حراقه، والسلامي طعمه ضعيف موجود وكل حاجه، ولو قطمته لوحده هيبان طعمه، بس جنب اللحمه المتبله حلوه دي باين شخصيته ضعيفه قوي، يبقى عامل كده فمش واضح جنبها خالص الا لما تركز فيه قوي. نخش على اللي بعده، نخش على اخر اتنين وللاسف الشديد قوي بقى، ده حواوشي خضار وده حواوشي خضار بالجبنه. نبدا بالخضار الساده، ده شكل التري كده، ده الحواوشي الخضار، حواوشي لحمه عادي بالتحميصه الجميله في الوش والظهر، ومحطوط معاه من جوه طماطم وزيتون وفلفل اخضر. نبدا بالخضار ساده، ومن قبل ما ادوق يعني بخبرتي البسيطه المتواضعه انا حاسس ان بالجبنه يبقى احلى بكتير، بس برضه انا بجيب لكم المنيو كله ونقرر في الاخر، ما دام المطعم عامل منيو يا بيه نجربه، ما دام عاملين ساده نجرب الساده. نخش بسم الله. فلفل الوان مشوي، هو ده اكتر حاجه محطوطه معاه، طعمها واضح، ما وصلش للطماطم، عايز اوصل لها كده، حلوه برده، فهو حواوشي ساده مع فلفل الوان اخضر وطماطم والاثنين مشويين، حلو جدا مش وحش، بس ما يفرقش كتير عن الساده، يعني طعمه قريب جدا من الساده، اكبر اختلاف واضح هو فلفل الالوان الاخضر ده، غير كده مفيش اختلاف. نخش بقى عليه هو نفسه بس بالجبنه، وده اخر واحد معانا النهارده، ده الحواوشي الخضار وجبنه، بيبقى حواوشي لحمه ساده برده مع جبنه موتزاريلا وخضار مقطع، اللي هو عباره عن فلفل الوان اخضر وطماطم. نخش بسم الله. على عكس المتوقع بقى، لما اتحط عليه الجبنه طعم الخضار تقريبا ما بانش خالص، لان الجبنه غطت عليه فما بقاش واضح خالص، بقى كاني باكل حواوشي بالجبنه بالظبط. اضافه الخضار معاه هنا مش ضايفه لي اي حاجه خالص، ومش ملمسه ببقي خالص برده، كانها ما اتحطتش، فطعم الخضار في الخضار الساده بان اوضح بكتير. نجيب المشاريب بقى نرتب على المراوح واقول لكم الخلاصه. نخش على اخر حاجه بقى عشان نرتب على قلبنا بعد الحواوشي ده كله، ده المفروض ليمون نعناع، بس هو قال النعناع عندي خلصان فاجيب لك ليمون بس، قلت له يا باشا يعني عادي ما فيهاش حاجه، وده عناب. تعالوا نشوف، ده شكلهم كده، ده المفروض ليمون نعناع بس جاي ليمون بس عشان ما فيش نعناع، وده عناب ساقع. نبدا بالليمون بس، نقلب كده ليه كده يا اخي؟ يمر مرة العيشه والايام، يعني لا خالص. المفروض الليمون بيتكسر بسنه لبن، بيتعمل كده، بيتكسر بسنه لبن صغيره تحط معاه سكر، هو حبيب قلبي ليمون معصور زي ما هو كده، فلا بلاها منه، ده هيبقى حرقه معده بس. نخش على العناب بقى عشان يصالحنا ولا تلقى ادبك؟ صالحنا اهو. مشروب كركديه ساقع قمر، حلو قوي ده، جميل. تعالوا لكم خلاصه، الصيدليه اللي جنبنا قفلت فهتلاقوا الدنيا مظلمه شويه عشان هم عندهم كشاف كبير قوي كده كان مظبطنا، بس احنا هنقول الخلاصه بس على طول، فخلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. بصوا مبدئيا كده زي ما قلت لكم في اول الفيديو خالص، التخصص حلو جدا وبيريح، وخدوها مني قاعده، لما تلاقوا مطعم متخصص قوي عارفوا ان هو بيبقى جامد قوي. حواوشي الحراق عاملين كده فعلا، هم بيعملوا حواوشي بس وبيعملوه كله حلو جدا، يعني انا النهارده ما صادفتش ولا واحد في المنيو كله مش حلو او مش مظبط اقول لكم لا بلاش ده، كلهم حلوين جدا، على حسب بقى واحد اقوى من واحد، انما كحواوشي فيهم وحش لا مفيش. هقول لكم بقى على اجمد ثلاثه فيهم ما ينفعش خالص تفوتوهم. رقم واحد واللي متربى على التوب الميكس الحوم، اللي هو حواوشي ميكس الحوم بالجبنه، تحفه في حته تانية خالص، اللي هو عباره عن حواوشي لحمه بالجبنه مع سلامي وتركي وبسطرمه، رهيب حلو قوي 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 مش هزار، يعني ما بيهزرش، تحفه. واجمد واحد فيهم كلهم اللي بعده على طول الحواوشي لحمه تركي جبنه، ده تحفه برده، واللي بعدهم الحواوشي لحمه بسطرمه، الحواوشي لحمه تركي جبنه، التركي مع الجبنه عاملين ميكس حلو جدا للساندوتش ومدين له اضافه وغناوه كده حلوه قوي، والبسطرمه مديله حرشانه رهيبه، فعلى حسب بقى انت عايز طعم غني شويه ولا طعم محرشن مصري اصيل، الاثنين تحفه. والتوب هو الميكس اللحوم اللي هو على اسم المكان حواوشي الحراق، في حته تانية خالص، وليهم حق يسموه حواوشي الحراق، لان زي ما قلت لكم كده اللحمه بتاعتهم تتبيلتها فيها سنه سبايسي، وعاملينها بالصياعه اللي هي ما تضايقش اللي ما بيحبش السبايسي، وفي نفس الوقت اللي بيحب السبايسي هيقدرها قوي، فعجبوني قوي الصراحه. وفي نفس الوقت برده حسابها بطريقه تانية، خروجه حلوه، اكله برده على قد ايدك شويه في ظل الاسعار اللي احنا فيها دي، فتعرف تلم الليله، فصراحه طلعه جامده عجبتني. وخلص يا معلم مضرب بالعناب الساقع، ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده دي كانت طلعت الاسبوع ده، لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيب كل حاجه بنزلها اول باول، لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير.